السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما بخير وسعادة. شايفين الجمال اللي قدام حضراتكم ده؟ ان شاء الله رايحين كده نتبلوها مع بعض تتبيلة جميلة جدا. رايحين كمان نشووها بطريقة بسيطة جدا وطريقة جديدة. ان شاء الله تنور رضاكم. قد ايه الطريقة سهلة وبسيطة. طريقة الشوي على الملح دي لسه طريقة جديدة كده وطريقة اللي هيجربها إن شاء الله هتنول رضاه. شايفين الفراخ مستوية وبيضة زي القشطة، وكمان ما بتاخدش وقت لا في الفرن الغاز ولا في فرن البوتاجاز. يلا كده نشوفوا الجمال ده عملناه مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا بقى التتبيلة. انا عاملة تتبيلة على قد الفرخة. معايا طماطماية وبصلاية وقرن شطة ومعايا ليمونة. كمان معايا هنا نص معلقة من التوم المفروم، ولسه كمان معايا اضافات رايحة اضيفها. بس هبدأ بقى انزل في شفشق الخلاط بالتتبيلة دي، وراح اعصر عليها الليمونة. هبدأ بقى انزل بمعلقة كمان كده من الخل، وهنزل ممكن بزبداية او بقيمة نص كوباية كده من اللبن الرايب. نزلت كمان بربع كوباية من المية. ضربت كله في الخلاط بالشكل ده وصفيته في المصفى زي ما حضراتكم شايفين كده. واللي هيتبقى في المصفى ده انا مش هرميه، ده انا رايحة اطبخ بيه. بعد ما صفيت كويس بقى كده هبدأ اضيف التوابل. معايا من كل حاجة معلقة صغيرة. ضيفي التوابل اللي انت حباها واللي انت عاوزاها. نزلت بقى بمعلقة كده من البهارات السبعة، معلقة كمون على كزبرة معلقة فلفل. نزلت هنا بمكعب. هنزل كمان بمعلقة كده من الملح ومعلقة بابريكا. هنزل بمعلقتين كده من الزيت. وهبدأ بقى أقلب التتبيلة الرائعة دي. قد إيه طعمها في منتهى الجمال. بعد كده هابدأ أجيب الفرخة بتاعتنا. طبعًا أنا غسلاها كويس أوي، نقعتها في المحلول. بعد كده شطفتها كويس وصفيتها كويس أوي، وهابدأ بقى أشتغل فيها. جبت سكينة بقى. طبعًا أنا فصلت الجلد عن اللحم علشان لمّا أشويها الجلد ما يبقاش متبهدل ويديني منظر كويس. بعد ما دغستها ودغست الوراك بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، فتحت صينية الضهر من ورا بالشكل ده، وهابدأ أديها دغزة كده في النُص. ليه بقى؟ عشان وهي بتنشوي لو بقى فيها أي دَم أو أي مَيّة، أي سوائل بتنزل من الفتحات دي والملح يتشرّبها. هابدأ بقى أنزل بالتتبيلة بتاعتنا الجميلة دي على الفرخة. شرّبيها كويس أوي ودخّلي في الفتحات اللي أنتِ فتحتيها كده. طبعًا بعد ما بتتبّليها وبتسيبيها بقى تتشرّب في التتبيلة دي مش أقل من 3، 4 ساعات، وممكن تعمليها من قبلها بليلة. بعد ما دخّلتها التلاجة مش أقل من 3، 4 ساعات، طلّعتها بقى بالشكل ده وجهّزت الصينية. الصينية دي أنا فردت عليها ورقة ألمونيا، وكمان فردت عليها كيس ونُص من كيس الملح أبو جنيه ده. لو عندِك ملح خشن ماشي، ما عندكيش استعملي الملح ده. بدأت بقى صفّيت الفرخة وبدأت أحطها على الملح بالشكل ده. هابدأ بقى أربط الوراك بالشكل ده عشان تدّيني منظر جميل كده. بعد كده بقى هابدأ أجيب ورق الفويل. ورق الفويل ده أنا نزلت عليه بمعلقتين كده من الزيت، ورايحة أمسحه كده بمعلقتين الزيت دُولة. بعد كده بقى هابدأ أجيب الفرخة. هانزل على الفرخة بمعلقة كده أو 2 من الزيت. رايحة أدهنها بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، علشان كمان الجلد ما يلزقش في ورق الفويل زي ما قُلنا إيه لحضراتكم كده. بعد كده بقى رايحة أغطّيها بورق الفويل كويس أوي. بعد ما غطّيتها ما تسخّنيش الفرن ولا أي حاجة، والفرن لسه بارد. بتبدئي بقى تولّعي سواء البوتاجاز أو الفرن الغاز العادي، بتولّعي الشُعلة اللي تحت بس. لو في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، وبتدخّليها نُص ساعة وهي متغطية كده. بعد كده بقى بتشيلي الورقة من عليها، بتسيبيها بقى تكمّل سواها. الفرخة دي كانت 2 كيلو إلا ربع، أخدت منّي ساعة وربع في فرن الغاز العادي. لو في فرن البوتاجاز ممكن تزيد ربع ساعة.
ولو حجم الفرخة أكبر من كده ممكن كمان تزيد ربع ساعة. قبل ما بتخرّجيها من الفرن بتدخّلي كده تدغّزي فيها السكينة كده بتعرفي هي استوت والّا لأ. بعد ما أخدت منّي ساعة وربع طلعت بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، والله العظيم طعم رائع جدًا. والريحة بقى ما أقولكوش قد إيه مستوية وقد إيه طعمها جميل جدًا. أتمنى من كل قلبي إن حضراتكم تجرّبوا الطريقة دي إن شاء الله تنول رضاكم. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك وسلام عليكم.